خلاص انا خدت قراري وهسيب شركتي. ليه بس كده بس كده بس؟ طب اجهز نفسي ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما انا عندي فعلا جوب اوفر، ساعتها هفكر بشكل عقلاني واعمل مقارنه ما بين شغلي الحالي وشغلي الجديد في 5 نقط اللي اتكلمنا عنهم في قرار الاستقاله قبل كده. الحاجه الثانيه ان ما يبقاش عندك فرص او جوب اوفر، كده انت عايز تدخل بسرعه لرحله البحث عن وظيفه. ارزقنا يا رب. علشان زي ما اتفقنا ما تسيبش شغلك غير وانت شابك في وظيفه جديده، وده طريق محتاج تركيز، لان في الفتره دي انت محتاج ضبط نفس عالي، يا مصدر الجحش على الوحش. لانك لازم تحسس كل اللي في الشغل اللي ممكن ما تكونش طايقهم محبوش الواد ده خنيق. انك مكمل ومركز وفي نفس الوقت ماشي في طريقك، وده اكيد عشان تلاقي فرص مناسبه. اوعى تستعجل في الاستقاله، خليك هادي، لا حط نفسك في ثلاجه، خليك بارد. انا بموت يا فخري. طب ادور ازاي على فرصه؟ 75% من الفرص الحقيقيه بتيجي عن طريق النتورك، لانها بتوصلك على طول للكي بيرسون، فبتلاقي نفسك عامل انترفيو مع الشخص الصح في الشركه. 25% من الوظائف بتيجي من منصات التوظيف، وانت بتتابع الفرص اللي بتظهر لك، ده بيخليك تعرف الماركت ماشي ازاي وايه اللي بيطلب على طول. ولو في سكيلز معينه محتاجها للوظيفه الجديده، حاول وانت في شركتك القديمه تتعلمها وتمارسها، وحاول تاخد تاسكات عليها وقرب من اللي شاطرين فيها وتعلم منهم. انا عايز اساعدك والله، انا بحب الشباب اللي زيك. اما بقى لو محتاج كورسات ولا شهادات، خدها بسرعه. المرحله دي اساسها انك تكون جاهز للرحيل. انا خلصت يا ابله، حاجه زي الفل وبارك الله فيما. واهم حاجه زي ما قلنا قبل كده، مفيش واحد في الشركه مهما كانت درجه قربه منك تبلغه لا بقرارك ولا بتجهيزاتك. حطها في جيبك وزكمن بكمن.